السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رؤيا المهدي المنتظر والأميرة الحوراء يدخلان الجنة ويتعرفان على والدتيهما الصارمة والمسؤول. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه الحلقة سنبتعد قليلا لنرسم في جزء آخر من اللوحة الجنة والقصر وما يحيطه من شخصيات وأمور، ودخول المهدي والأميرة الحوراء واستقبالهما من طرف المسؤولين على القصر والجنة. رأيت من الواجب أن أعطيكم نظرة بعيدة قليلا حتى تستطيعوا مجاراة ما يقصه عليكم الكاتب المجنون الذي يتجول في الجنة والحدائق والقصور والناس نيام. حتى تتوضح الرؤية أكثر، قلت لكم في الأشرطة السابقة أن للمهدي والحوراء والدتين، والدة حقيقية ووالدة روحية، واليوم سنتعرف قليلا على الوالدة الروحية وهكذا سميتها وجاء في ذهني. الرؤية الأولى يوم 17/2/2019. رأيتني أمر في الحديقة وأقترب من دار البلدية التي تشبه القصر وسط الحديقة. عند ركن الدار خرج رجل وامرأة، وجاء في ذهني أنهما المسؤولان عن الدار وعن الحديقة. كان واضح من نظراتهما الصرامة، وكانت المرأة شقراء والرجل جد صارم من نظراته. لمحت في طريقي قربهم غصن طويل أبيض اللون مكسور وسطه، لكنه بقي ملتصق ونصفه مستوي والنصف الثاني أعوج قليلا. فصلت بين الجزئين وأمسكت الجزء الغليظ المستوي كأني ألمح إلى أنني كذلك صارم. انتهى تعبير الرؤية. وصفت لكم الحديقة في شريط سابق على أن بدايتها عين ماء وبها شجرة الزيتون وتحمل ثمارا لكن لم تنضج بعد لقطفها، ولكن الريحان قطفت منه ودست على الأشواك بقدمي. فمن كانت شجرة الزيتون والتي لم تنضج بعد، ولا يحق لك أيها المهدي أن تقطف وتأكل من ثمارها؟ ولماذا اكتفيت بقطف الريحان حيث لن تأكل الريحان بل ستشمه فقط؟ في الرؤيا عندما اقتربت من القصر خرج حراسه والمسؤولين عن تسيير أمور الحديقة التي ترمز للجنة. الغصن على الأرض ومكسور وملتصق ببعضه وجزء منه مستوي وغليظ ويدل على المهدي عليه السلام. الجزء الثاني والرقيق قليلا وقليل من الإعوجاج يدل على الحوراء الأميرة، لكن كليهما من نفس الشجرة ولونهما أبيض وملتصقان. عندما اقترب المهدي وضع رجله على الغصن وفصل بين جزئي الغصن وأمسك الغصن الغليظ، يدل على أنه في الجنة، عليه أن يفصل بينه وبين الأميرة الجميلة، ومحرم عليه الأكل من ثمرها، وعيون الحراس تراقب. نفس القصة تتكرر ليرث سيدنا المهدي سيدنا آدم، وترث الحوراء الأميرة أمنا حواء. لم نكن نتصور أن الأحداث ستتطور وتصل إلى هذه النقطة، الأميرة والأمير والقصر والجنة، ولكن عليكما أن تنفصلا. هل أحبكما حتى الجنون أنا كاتبكما المجنون، أم أشفق عليكما، أم أحس بنبضات قلبيكما وأنتما لم تصلا إلى الجنة بعد؟ انتهى. الرؤية الثانية لزوجتي يوم 27/1/2019. رأيتني مع زوجي وكأننا نعد لحفل زفافنا، وكنت غير راضية عن زواجي، وكان زوجي الذي لم يكن زوجي ويريد أن يتزوجني يتكلم كعادته عن العالمين وقصصه الخيالية وهو في كامل التفاؤل، لكن كنت غير متفائلة معه. ثم دخل علينا بنات عمومتي وعماتي من العائلة وهم يحملون أطباق الحلويات.
ثم تبدل المشهد بنا في باحة كبيرة، وكنت جالسة مع زوجي على صخرة وقربنا والدته، لكن كانت تختلف عن والدته الحقيقية. كانت تلبس لباس العسكر بألوانه الخضراء، وملامحها جد صارمة وجد جميلة وشقراء. كانت تضع قربها 4 أقداح جميلة مثل الكريستال، وكل قادح به مشروب بلونه المعين مثل المشروبات المرطبة، وكان أحدها به كأنه ماء شفاف. كنا نأكل حبات الزيتون، وكان هناك بنت تنظف البيت، ورميت نواة حبة الزيتون من فمي والتقطتها البنت كأنني كنت أشاغب وأمكر بها. ثم طلبت من والدة زوجي أن تعطيني الماء لأشرب. ناولتني قدح الماء وشربت منه، وكان طعمه لا مثيل له، ولم أتذوق مثله من قبل، ليس مثل الماء الذي نشربه. انتهى. تعبير الرؤية. قلت سابقا أن الرؤية قد تسقط على النظير والشبيه. في هذه الرؤية الأميرة غاضبة وتمكر بالخادمة. هل هذا عدل؟ هل هذا زواج؟ هل هذا عقد قران؟ مسكينة أيتها الأميرة، ضحكت على المهدي وها هو يرد لك كيدك، وكليكما جالسين على الصخرة، يعني ما يمسك يمسه، وما تشعرين به يشعر به هو كذلك، وعليكما أن يكون قلبيكما مثل الصخرة بدون مشاعر. سواء مكرت بالخادمة أم لم تمكري، لن تستطيعي تغيير شيء. الوالدة صارمة وبلباس العسكر، لكن سنعتاد على قربها وحبها، فهي طيبة القلب، وستمنحك الحياة الطيبة الجميلة، مثلما يدل عليه قدح الماء الذي يحيي كل شيء مات فيك. إنها أمور وحسابات قد لا نستطيع استيعابها، لكن لحكمة ما عليك والمهدي المرور عليها. نصيحتي لك وللمهدي: تمسك جيدا بهذه الفرصة حتى آخرها لتشرب من جميع الأقداح. أيها المهدي، هل ستكون على قدر المسؤولية؟ فلطالما كنت تؤنب أباك آدم على خطئه. سلام الله عليك يا والدة المهدي، وسلام الله عليك يا مسؤول الجنة وعلى جميع سكانها. تحية وقبلة كبيرة. تحية وقبلة كبيرة وضحكة مكر للمهدي والأميرة تجلسان على صخرة. انتهى. تم بحمد الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله بس الجميع. يقول الشاعر: الكون موحش والزمن فاقد إحساس، والهم ينسج من خيالي قصيدة. أكتب همومي بالقلم فوق قرطاس، وارسم معاناة الجروح الجديدة. القلم مش خلاه مخنوق الأنفاس، بين الضلوع العوج ينزف وريده. الأفراق وغربة الناس للناس، وبعض السوالف والعلوم المكيدة. يا قلب لا تحزن ولا يغلبك ياس، ارتاح واستبشر بلحظة سعيدة. أقولها يا قلب لا بأس لا بأس، لا تقهرك سود الليالي العنيدة. ما همني من باعني دون مقياس، عزيت نفسي والأماني بعيدة. أنا كذا طبعي مع كل الأجناس، القلب عزيته وشديت قيده. حوله من الأضلاع حطيت حراس، تحميه من غدر الليالي الشديدة. ضويت لي في سود الأيام نبراس، يهدي حياتي للدروب الرشيدة. محشوب فكري عن تفاكير الأدناس، نفسي عن الهفوات زهيدة. واللي يحاول يسرق اللولو والألماس، ما طلت عينه لا طلت ايده. يبطي ويشهر ذل الافلاس، لا بدد اموال بيفلس رصيده. ما كل صيد يجيبه الحر قرناس، يموت بالرمضه ولا هو يصيده. واللي يحاول يكسر الراس بالفاس، مثل الذي بيده يكسر حديده. كتبتها جمله انا بين الاقواس، لا تقرب النيران جسمك تبيده. يا وجد حالي كل ما هب نسناس، سافرت بافكاري لدنيا بعيده. أتذكر اللي غاب من خيرة الناس، اللي وصوفه في خيالي فريدة. محشوب وافي طيب العرق والساس، بين البشر ما في شخص نديده. نسله من الأحرار والعرق دساس، غيب عن عيوني بساعة نكيدة. بصبر على
فرقاه والقلب حساس. حياتنا ما جت على ما نريده. سلامتكم.